تطوير الكبتاغون والمخدرات وانتشارها في المنطقة. فدمشق، هذه دمشق الحضارة والعراقة القديمة، أصبحت أكبر مصنع كبتاغون في العالم، يصدر منه إلى كل دول العالم. بكل أسف وألم. الإيرانيين بدأوا في هذه الأيام يعدلون إلى حد ما. في الأربع أيام الأخيرة هذه بدأ وزير الخارجية والتقى بنظيره العماني وقال أن سوريا يجب أن تكون هناك حكومة لكل أهلها ورفض التدخل الصهيوني. كلام بدأ يصبح كلام جميل، لكن في الحقيقة you will never make again the first impression. فيه بروفيرب، فيه مثل إنجليزي يقول لك أنك لن تستطيع أن تكرر الانطباع الأول. ولذلك، وهذه يتكلموا عليها في البزنس، يتكلموا عليها في الكوميونيكيشن، في العلاقات العامة، في التصريحات الأولى لحدث معين، لأي حدث معين، خاصة إذا كانت أحداث مثل اللي شفناه. تصريحات إيران كانت عدائية جدا. شفنا المرشد خامناي، علي خامناي، يتحدث على أن شباب سوريا سينقلبون على هؤلاء اللي اتهمهم بالإرهابيين وبالعملاء إلى آخره. وزير الخارجية الإيراني قال تقريبا نفس الكلام. الرئيس نتاعهم قال كلام مشابه. بدل من أن إيران تعرف أنها على أبواب ضربات واسعة وحصار شديد، خاصة مع قدوم الجماعة ترامب ومع بقاء نتنياهو اللي لم يسقط، وعندما يأتي جماعة ترامب الآن قد يبقى لفترة، وحتى لما يذهب يبقى نفس النفس نتنياهو. وبالمناسبة كثيرين داخل إسرائيل، حتى أولئك الذين يتخاصمون مع نتنياهو في ملفات معينة، متفقين عليه على تدمير المشروع النووي في إيران. وبدل من أن يشاهد كل هذا، الروس فهموا هذا فراحوا بسرعة يقولون من أنهم يريدون علاقات جيدة مع النظام الجديد، يريدون أن تظل علاقات سورية، يريدون أن يحافظوا على مصالحهم هناك إلى آخره. بل سمحوا برفع علم الثورة في تقريبا بعد أسبوع من وصول الثوار إلى دمشق. في حين أن الروس فهموا هذا ويريدون الآن تصحيح العلاقة مع سوريا ومع الشعب السوري ومع النظام الجديد، الإيرانيون لم يفهموا هذا فقط، وإنما راحوا يهاجمون النظام الجديد. والنهار اللي تكلم عليه خامناي وقال بأن شباب سوريا سيقومون إلى آخره، قام الأزلام بقايا بشار الهارب إلى موسكو بقتل 16 من الثوار اللي هما أصبحوا جزء من الشرطة الجديدة، وقيام بتفجيرات واغتيالات إلى آخره. وكأنها كانت إشارة لهم من أن إيران تدعمكم وتدعمكم بالعنف وبالقوة. طبعا إيران ارتكبت، فيما أعتقد، أنا كنت قلت كان عندي رأي وأعيد التذكير به، لكن أعتقد أنه الآن لم يعد في جزء منه، الجزء الخاص بإيران، صالحا. أنا كنت نصحت وكتبت هذا في بوست وفي تغريدات، وأيضا قلت في اللايفات، قلت من أن النظام الجديد في دمشق من مصلحته أن لا يدخل في خصومة مع أعداء السابقين، بل من مصلحته ومن الذكاء ومن النباهة ومن الهندسة السياسية أن يستخدم أعداء السابقين لصالحه في مواجهة أعداء الحاضر والمستقبل. قلت أن أهم أعداء السابقين هم إيران وسوريا، هذول هم أساسا، يعني عندما نتكلم عن الدول، وأن نظام بشار سقط، وأنه من الأفضل أن يبني علاقات ولو على مرارة، ولو بصعوبة، ولو برفض لما قامت به إيران وروسيا، وربما يطلب منهم بعض الاعتذارات أو بعض الأشياء، ولكن يحافظ على علاقة معهم باش يواجه أعداء الحاضر والمستقبل. وأعداء الحاضر والمستقبل في الحقيقة هم الصهاينة تل أبيب وصهاينة العرب. فبدل من الإيرانيين يفهموا هذا، الروس فهموه بسرعة، والآن راهم يجتهدوا باش يمشوا في هذا الاتجاه، برغم أن هناك كثير من القضايا الحساسة والخصومات مع النظام الجديد، لكنهم يحاولون قدر الإمكان أن يخففوا
من الماضي وأيضا من تداعياته، بينما الإيرانيون في الحقيقة ارتكبوا خطأ فادح. تصريح علي خامنائي قبل حوالي أسبوع كان مدمرا لأي علاقات مستقبلية ما بين إيران والنظام الجديد والشعب السوري. الشعب السوري كان أكيد رافض إيران ورافض سوريا أيضا، لكن النظام الجديد كان ممكن أن يحاول أن يستخدم هذه العلاقات في مواجهة الأعداء، أعداء المستقبل، أعداء الحاضر والمستقبل. لكن الإيرانيون للأسف لم يفهموا هذه اللحظة اللي فهموها الروس